هل الحل، تو احنا حكينا على بطاقة إيداع في حق المديرة السابقة لجمعية تونس أرض اللجوء شريف الرياحي، هل الحل حسب رأيك، ونختموا بهذا، الإيقاف بالفرد حسب الفرقعات الفيسبوكية؟ علاش حسب رأيك ما يصيرش تصفية للجمعيات هذه الكل، والتصفية تبدأ بالقرضاوي، حزب التحرير، الجمعيات هذه الكل، علاش ما تصيرش غربلة كما أنت اليوم تحكي على وجوبية حلول جذرية للمهاجرين غير النظاميين؟ شكرا. هو بالطبيعه بالنسبه للمساله ساعه السجن انا نحب نعبر على تضامني مع كل المساجين اليوم موجودين. ولا سهله مساله السجن، اذا كانك انت صحافي راك معناها تنجم تعمل تصريح تروح في السجن، اذا كانك سياسي نفس الشيء، اذا كانك نقابي نفس الشيء، اذا كانك محامي اليوم هنا نشوفه نفس الشيء. يعني اليوم وكانه السياسه الجزائيه للدوله اصبحت سياسه يعني موجهه ضد، يعني خلينا نقولوا المجتمع المدني، ضد الاحزاب السياسيه، ضد النقابات، ضد الصحفيين، ضد محامين، وضد تقريبا كل خلينا نقولوا النخبه التونسيه. انا شو نقول؟ انا نقول انه الحل نتاع الجمعيات هذه اذا كانت الدوله تحب بالحق تفكك، لانه صحيح حقيقه فما جمعيات فما مخطر على تونس، فما جمعيات خدمت على معناها على المدارس القرانيه، على تحويل يعني الثقافه نتاع التونسي معناها راديكاليزاسيون، فما ناس خدمت على مسائل غير قانونيه تحت غطاء في وقت من الاوقات، وقت حركه النهضه، تحت غطاء حركه النهضه اللي هي عطاتها المجال باش تكتب. احنا اذا كان بالحق نحبوا نعالجوا هذه المشاكل، ما غير فكره التشفي، ما غير فكره انه هذا اي جسم وسيط لازم نلغيه، لانه المشكله المقاربه ماشيه فيها الدوله اليوم نلغي كل الاسامي الوسيطه. احنا نحبوا الجمعيات اللي هي مالكه على القانون واللي هي قاعده تعمل في اشياء، لانه حتى الفورماسيون المدارس الصغيره معناها برشا منهم يخدموا خارج القانون، لانه ما عندهمش حق، ما عندهمش ان اجريمون باش يقريوا، باش يمشيوا للناس نتاعنا واطفالنا ويعبيوا لهم خاخهم بك الافكار هذيك تاع الطرف. احنا شنو نقولوا؟ اذا كان فما مقاربه حقيقيه فانه يصير تدارس بالجمعيه، وكل جمعيه تدخل نلقاوها مثلا معروفين هم لو موجودين وحالين معناها بينيون سيغور، احنا نقولوا معناها بلايكم موجودين ويخدموا على رواحهم. يعني اذا كان فما اراده حقيقيه عندنا بالطبيعه الاداره التونسيه تنجم تسخر الموارد اللازمه باش تتبع وتعمل المراقبه، كما مثلا بالنسبه لوزاره التربيه، كما بوزاره التشغيل والتكوين، عندهم الاليات اللازمه باش يمشيوا يراقبوا الناس هذوما، وكل واحد يلقاوه خارج القانون ويعمل في حاجات غير قانونيه الا ويتعدى على القضاء، ويكون اذا لازم معناها لازم الامر، اذا كان ثبت انه الناس خارج القانون لازم تتصفى جمعيات. ولكن انا اللي ناكده لك اللي اليوم ثم 24,000 جمعيه في تونس، اللي جزء الكبير منها خلينا نقولوا 85-90% هي جمعيات تعاون في المكاتب، جمعيات تعاون في النقل، جمعيات تعاون معناها الناس ذوي الاحتياجات الخصوصيه، جمعيات اخرى تخدم على الحقوق والحريات، على حقوق النساء، على يعني 80% خارج اطار الشبهات، 20% يلزم تتحرك فيهم الدولة. ولكن الاحساس مع الاسف هو انه الاستهداف هو ل 80% قبل ال 20%، وكأنه اللي قلق اليوم هو الجمعيات التي هي تخدم رقابة على السلطة، على عمل الإدارة، على عمل الدولة، وهذا هو اللي مقلق اليوم. واحنا نحسوا انه مع الاسف يقع استغلال هذه الجمعيات اللي هي مخطئة على تونس وتركها تعمل لا لشيء لضرب بقيه الجمعيات، بالطبيعه وصم بقيه الجمعيات بان كل الجمعيات كيف والكلها راهي معناها تخدم ضد الدول وكلها خونه. انا نقول انه جزء كبير كما مش كان في الجمعيات في كل القطاعات ناس وطنيين ويخدموا على رواحهم في اطار القانون. اذا كان فما عبد يخرج من القانون على الدوله محاسبته، ولكن بطريقه يعني سيبلي اللي هو بالذات وليس لكل ولبقيه الجمعيات في تونس.